تنزل حوض السمك بتاعك بنفسك. مبدئيا الموضوع سهل وبسيط جدا، مفيهوش اي تعقيدات ولا اي حاجه صعبه. اللي هنحتاجه طبعا معانا الازاز بتاعنا، هنحتاج انبوب السيليكون، هنحتاج مسدس بتاع السيليكون، هنحتاج بكرة شيكرتون. هنوضح بالتفصيل دلوقتي كل حاجه فايدتها ايه. مبدئيا هنتكلم عن الازاز. ازازك لازم يكون على الاقل 8 مللي، 8 مللي علشان خاطر يستحمل معاك ضغط الميه. الحوض بيتكون من 5 قطع: القاعده، الواجهه، خلفيه، والجنبين. مبدئيا هنا انا حاطط شيكرتون على المكان اللي انا هشتغل عليه، ترابيزه او مكتب او ايا كان. بحط الشيكرتون دوت على قد مقاس اللوح بتاعي علشان خاطر لما اجي احط اللوح كده وابتدي اشتغل عليه ما يبقاش ايه، ما يتهزش. في هنا شيكرتون تاني انا بحطه على المقاس بتاع الحوض، او بسيب من على الجنب هنا حوالي مثلا نقول 5 مللي، يعني من هنا 5 من هنا 2.5، بحيث ان السيليكون ما يسرحش على اللوح بتاعي كله، يعني يبقى معمول بشكل منسق وانيق شويه. هبتدي بلزق جنب والوجه. ازاي ابتدي احط السيليكون بتاعي على اللوح؟ بحط صباعي هنا عشان احدد بس انا ماشي ازاي، بحيث السيليكون بتاعي ايه، يبقى على الطرف ما يبقاش جوه، علشان خاطر لما اللوح ينزل عليه يبقى ملزوق من المكان المظبوط. ده الجنب بتاعي. زي ما احنا شايفين برضو انا عامل هنا شيكرتون من الجنب ده، من الجنب ده المكان اللي هيتلزق فيه اللوحه. نفس الكلام برضه في الواجهه، هتلاقي عندك هنا شيكرتون على الاماكن اللي هيبقى فيها السيليكون. زي ما انتم شايفين انا لزقت هنا وايه هجيب الواجهه المفروض انها هتركب كده، تمام. يبقى انا هعمل ايه؟ هجيب المكان اللي هيلزق في الجنب وهبتدي ان انا احط على السيليكون بنفس برضه بالطريقه. انا بعمل كده ليه؟ علشان لما اجي الزق الجنب، الواجهه لما اجي الزقها الاول وبعدين اجي الزق الجنب، يبقى ايه، الحوض معايا مسنود، ما يبقاش الحوض واقف على ايه، على ضرفه واحده وتقع جدا. وهبتدي احطه في المكان اللي انا حطيت عليه السيليكون. اهم حاجه في الموضوع هي تبقى ثابته، لا اكتر ولا اقل. مقاساتك مظبوطه، طرف على الطرف، مش جوه ولا بره. هبتدي اجيب اللوح التاني بتاعي، وهنزله زي ما انت شايف كده. الاتنين بيدعموا بعض. الحركه اللي بعملها ان انا بظبط المقاس بالظبط، لان كده كده السيليكون في ايدي لسه ناعم، يعني مش منشفش لسه، فبراحتي انا شايف اكتر من اي حد، فابتدي اظبط المقاس بتاعي زي ما انا عايز، مفيش خوارج مفيش دواخل، زي ما انت ايه شايف. هنبتدي هناخد الزوايد، والزوايد دي والحركه دي بتقفل السيليكون من بره، وفي نفس الوقت بتحسسني ان السيليكون ايه، الطرفه اللي انا لازقها مظبوط.
وبكده تكون نزلت الحوض بتاعي بمنتهى البساطة. وده الشكل النهائي للحوض بتاعنا. وبعد ما الحوض بتاعنا اتلزق وسيبناه يومين عشان خاطر السيليكون ينشف، ودينا جربناه وملينا ميه والحمد لله مفيش تسريب ولا اي حاجه وزي الفل. هنحط الاضاءه بتاعتنا كده. خلصنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.